في الوقت اللي الذهب فيه بيكسر ارقام جديده عالميا، رئيس شعبه الذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجاريه قال ان سعر الذهب في مصر حاليا اقل من السعر العالمي بحوالي 100 جنيه للجرام، والسبب ببساطه ان المعروض من الذهب في السوق المحليه موجود بكميات كويسه، وفي نفس الوقت حركه الشراء هاديه نسبيا، وده خلى الاسعار المحليه تفضل اقل شويه من الاسعار العالميه. لكن رغم كده اسعار الذهب اتحركت بشكل ملحوظ خلال اليوم، خصوصا عيار 21 اللي بيعتبر الاكثر انتشارا في مصر، واللي زاد اكتر من 200 جنيه في وقت قصير. واحد من اهم الاسباب اللي ورا الزياده دي هو ارتفاع سعر الدولار قدام الجنيه، خصوصا بعد ما تجاوز مستوى 52 جنيه، وده بيأثر بشكل مباشر على تسعير الذهب في السوق المصريه. كمان التوترات السياسيه العالميه بتخلي المستثمرين في العالم كله يلجأوا للذهب باعتباره ملاذ آمن في اوقات الازمات، وده بيدفع الاسعار العالميه للارتفاع. والنتيجة إن سوق الذهب حاليا في حالة ترقب، لأن استمرار ارتفاع الدولار أو زيادة التوترات العالمية ممكن يدفع الأسعار لمستويات أعلى خلال الفترة اللي جاية. السؤال بقى، هل الوقت مناسب لشراء الذهب ولا الأفضل إننا نستنى شوية؟